كبار السن. مع التقدم في السن الجسم بيحتاج رعاية خاصة وخصوصا في النظام الغذائي. في بيت كل واحد فينا أو قريب منه حد من كبار السن. تعالوا النهاردة نتكلم عن تغذية كبار السن وأهم نقط لازم ناخد بالنا منها. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وكبار سن وذوي أمراض مزمنة. من أهم النقط الاهتمام بالبروتين، لأن الجسم مع الوقت بيفقد العضلات، علشان كده لازم نهتم بالبروتين في كل وجبة، زي البيض والفول والعدس، قطعة صغيرة من اللحمة أو الفراخ. السوائل كمان مهمة جدا. عادة كبار السن بينسوا يشربوا مية، وده بيأثر عليهم، على الكلى وعلى تركيزهم كمان. فلازم نراعي ان احنا نفكرهم ونحاول نديهم من 6 ل 8 كوبايات ميه في اليوم. الكالسيوم وفيتامين دي علشان نمنع الهشاشه ونحافظ على العظام. نركز على الزبادي واللبن والجبنه ونتعرض للشمس كل يوم، او نلجأ لمكملات حسب الحاجه. كمان الالياف مهمه جدا لتسهيل الهضم، زي الخضار والفاكهه والحبوب الكاملة زي الشوفان والعيش البلدي. الحاجات دي مهمة جدا علشان أحافظ إن ما يبقاش فيه إمساك وأسهل عملية الهضم. أقلل الملح عشان الضغط، وأقلل السكريات عشان السكر وعشان المناعة. ونركز على الأكل الطبيعي بلاش المعلبات. وما ننساش الحركة حتى لو بسيطة، حتى لو مشي في البيت أو حبة تمارين إطالة حتى لو بمساعدة كرسي. النشاط الحركي مش بس مهم للصحة وللجسم، لا ده كمان مهم للحالة النفسية، لأنه بيحسسهم دايما بالحيوية وبيخلي نفسيتهم أحسن. كل مرحلة بنعدي بيها في حياتنا الجسم بيحتاج تغذية خاصة بيه مناسبة للمرحلة دي، وكبار السن اللي في حياتنا ليهم أكبر الحق إن احنا نهتم بيهم ونهتم بتغذيتهم عشان صحتهم تبقى أحسن. شاركوا الفيديو مع أي حد عنده والدين أو أي حد صلة قرابة كبار سن، وخلي دايما صحتهم في أفضل حال. ويا سلام بقى لو خليتوهم يدعوا لنا معاكم.